السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نشوف جوع آخر الليل. بصراحة كنا أنا والعيال جعانين جدا، يعني كنا متعشمين بدري من الساعة 7 8. جينا على الساعة 1 كده، قلنا احنا كلنا كنا جعانين، فقلت أقوم اعمل ايه. بصراحة كنت هعمل كبدة، بس قلت لا، الموضوع هيبقى حامي برضو، مش لدرجة كبدة. وقمت مطلعة فول، وقلت هناكل فول وجبنة وكده. فقلت بالمرة اعمل فيديو عن ازاي نعمل الفول العنب. بصوا يا جماعة، فول العنب احنا بنجيبه، بقوم جايباه اهو، ومحطاه في الطاسة، واقوم حاطه عليه سنة مية، تمام، واغليه كويس جدا اهو. ببتدي ان انا اهرسه، في ناس بتحبه حب، وفي ان انت ممكن تهرسيه زي ما انا هرساه كده، ايا كان. المهم فهنسيبه لغايه ما يغلي كويس جدا، زي ما هو بيغلي كده اهو. الفول بيغلي ماشي وبيستوي، وهي دي الغلطة اللي ممكن يقع فيها الناس اللي بتعمل الفول العنب، ان هو ما بيسيبوش الفول يستوي كويس. بعد ما الفول استوى كويس على النار من غير اي اضافات، بجيبه واقوم حطاه. جبت الطبق اهو، واقوم حاطاه في الطبق، تمام، واقوم موضباه في قلب الطبق. بصوا بقى التوضيبه بقى بتاعت المصريين يعني اللي هي العاديه جدا. بهرس الفول، انا مبحبوش مهروس قوي، عشان كده، عشان بس الناس ما تعرفش عن موضوع الهرس ده، ماشي. واقوم جايباه واقوم حاطه الزيت. مهم. اهو، واقوم حاطه عليه الزيت. حته ان انا اوضب الفول في الطبق دي كنت على فكره عارفاها يعني من قريب جدا. كنت دايما اوضبه في الطاسه وهو على النار، بس طلع ان هو لا، لما تغليه ويستوي وتوضبيه في الطبق بيبقى احسن، يعني من ان الزيت يغلي على النار. بس واقوم بقى حاطه البهارات بتاعته. انا بحط كزبره وكمون، ادي الكزبره اهو. بعدين ادي الكمون، بس متحطوش كتير عشان الكزبره والكمون بيمرروا برضو الفول. بعد كده هحط شويه ملح. وبعد كده بما اني هحط طحينه، الخل احسن مع الطحينه يا جماعه من الليمون. فمادام احط طحينه فبحط سنه خل، بصراحه بيبقى احسن مع الطحينه، احسن من الليمون مع الطحينه. بس واقوم بقى جايبه الطحينه، دي طحينه كده بتبقى معموله اصلا بيتي، يعني مش جاهزه. واقوم اهو، احط بقى شويه الطحينه اللي انتوا عاوزينها بقى، عايزين تكتروا وتقللوا، بس تقوموا مقلبين. احلى طبق فول. بس دي اقرب يعني طريقة للفول العنب، اللي بتدي شوية للفول المدمس، يعني طبعا لا يعلى على الفول المدمس وكده، بس يعني ساعات بنبقى مضطرين. يعني الحمد لله رب العالمين على النعم طبعا، يعني على اي نعم، اللهم لك الحمد والشكر ان في اصلا فول في البيت يعني اللي فيه عيش وفيه جبنة، الحمد لله. بس ادي توضيب الفول. وبعدين بقى قلنا لا، انا مش هناكل فول بس وجبنة، قلت والله اعمل لهم بيضتين كمان. فقمت اهو بعمل الزبدة، طبعا عادي يعني بيض بالزبدة. انا مش انا بصوا، انا قلت اتسلى معاكم في الفيديو دوت واحط لكم يعني حاجة كده بسيطة، يمكن لما تكونوا جعانين ما يكونش عندكم افكار، والله اقوم اعملوا معلقتين فول او بيض حتى وجبنة وخلاص. والحمد لله رب العالمين يعني على النعم. حتة يعني ان الاكل ده، ان انا اخليه العيال ياكلوه الساعة 1 2 بالليل، دي حاجة جميلة، لان احنا كلنا عملناها في بيوتنا زمان. يعني كنا انا واخواتي كده نقوم الساعة 3 الفجر، نقوم بقى جايبين بقى فول وبيض ونقلي بطاطس وبتنجان وكوسة. كان بتبقى احلى حاجة بصراحة، بالذات اجازة الصيف دي، ونسهر فيها لغاية الصبح. كانت ايام، فحبيت ان انا ولادي يعيشوا الاجواء دي اللي انا عشتها زمان يعني. بس او طبق فول وطبق بيض بس، وقمت مقطعه شوية فلفل وطماطم بس، وادي الجبنة. بس ويعني تعالوا اتفضلوا معانا والله. اهو
انا بس هحط يعني رغيف عيش طبعا. انا مكنتش عارفه ان انا هعمل فويس اوفر على الفيديو، بس قلت اعمل فويس اوفر. بس انا يعني حاطه الرغيف ده عشان ابقى اصور الصينيه كلها عامله ازاي. بس لا يعني هو اكيد الولاد كلهم مش هيشيروا في رغيف. بس ده علشان أنا قبل ما بس الحمد لله بعد ما اكلوا قمت بقى انا اكلت معاهم كده القومتين، فقمت بعديها عملت كوبايه شاي بس. والحمد لله رب العالمين على النعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.